السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الأوضاع في السودان وخصوصا الكوليرا، وهنكمل إن في تطورات خاصة بوباء إيبولا في أفريقيا. نروح الأول للسودان. هو إيه اللي بيهدد السودان وإيه المشاكل؟ طبعا السودان فيها حرب حاليا ما بين الجيش السوداني والدعم السريع، وده مأثر بدرجة كبيرة جدا على الوضع الصحي هناك. في انتشار لثلاث أمراض: الكوليرا رقم واحد، وفي حمى الضنك ودي اللي موجودة في الشمال وقريبة من مصر، وفي جدري كمان القردة. طيب هي الكوليرا مشكلتها ايه؟ مشكلتها في المياه الملوثة، وده بيجي من عدم النظافة الشخصية أو غسل الإيدين واستخدام الحمامات وتكدس النازحين، والانتشار في أماكن كتير للأسف. وفي أماكن ما بيقدرش يعني المساعدات الطبية أو الأطقم الطبية ما تقدرش إن هي توصل لها، فضلا عن إن مفيش أماكن كتير ما فيهاش صرف صحي، وده اللي بيزود المشكلة. للأسف في 80% من المراكز الصحية خارج الخدمة في السودان، وتوفى حتى الآن الإحصائيات الرسمية حوالي 70 و176 مصاب بالكوليرا. الموضوع طبعا بينتشر وبيتوسع في ظل عدم يعني وجود مساعدات تقدر ان هي تدخل الاماكن اللي فيها النزاعات، وكمان عشان حرب المسيرات اللي دايره هناك في السودان. نروح دلوقتي لإيبولا والإعلان الجديد عن 900 حالة اشتباه، منهم 101 اتعمل لهم الPCR وهي حالات مؤكدة. وفضلا برضو ان في انباء ان وزير الصحة الكندي كان في زيارة لأثيوبيا ورجع عليه أعراض، بس هو اتعمل له تيست طلع نيجاتيف. هي الأنباء دي لسه نازلة بس ما تأكدناش منها، بس هي إن شاء الله بقدر كبير هتكون صحيحة. هو ممكن التيست كمان بيطلع يعني يطلع مش دقيق أو يطلع مش صح، لأن ده كان حصل قبل كده في كورونا، بس دي كانت المساحات اللي بتتاخد من الزور. لو في بداية المرض وعملت المسحة نسبة الفيروس بتبقى قليلة في المسحة فبتطلع نيجاتيف. لما بتصبر 3-4 أيام والوضع بيزيد تعمل المسحة تلاقيها بوزيتيف. ده طبعا الPCR العادي مش الرابد اللي هي السريعة. الرابد السريعة دي مش دقيقة، فهو ده ممكن يكون حاصل، بس برضه هنتابع النقطة دي. وفي وفاة 200 شخص على الأقل في الكونغو بس. طبعا الإحصائيات دي مش دقيقة، إن في أماكن كتير ما بيشملهاش أو ما بتوصلهاش الأطقم الطبية وما فيش رعاية وما فيش عناية. وهناك للأسف يعني بقى في تجمعات. هي الكونغو الديمقراطية يعني منعت إن الناس تتكدس وتكون أكتر من 50 في مكان واحد. يعني كانت في محاولة لمسألة إن هم يعني يوقفوا التجمعات في الكنائس، بس هي بقت بالفشل للأسف. وحالة الوفيات في ازدياد، والأطقم الطبية أو الأطقم اللي بتدفن الموتى عشان ما بيرجعوش الموتى طبعا لزوجهم، عشان الجثة ممكن تنقل أو تنشر الفيروس حتى بعد الوفاة. فقوات الشرطة بقت بتبقى موجودة مع الناس ديت اللي بتدفن عشان ما يحصلش هجوم عليها والناس تحاول تاخد الرفاة وما إلى ذلك. طبعا الحرب هناك والجماعات المسلحة مأثرة كتير على الموضوع دوت. والعنف العسكري هناك للأسف بيجبر كتير من الناس المتطوعين والناس اللي شغالة في المجال الصحي على الفرار والهروب، وده هيفاقم الأزمة أكتر. في طبعا تصريحات بخصوص ان في ظل عدم وجود لا دواء ولا لقاح ان الوباء ده هينتشر وهيوصل ل5 ملايين انسان. قد يؤثر على 5 ملايين انسان، وده في الغالب مش هيشمل الكونغو فقط، ممكن يوصل لدول الجوار واللي هي حوالي 10 دول. طيب ليه لحد دلوقتي مفيش لقاح ولا دواء؟ هو للأسف مافيا الأدوية أو شركات الأدوية بمعنى أدق مستنية العدد يزيد عشان تجني الأرباح، لأن هم بيبقوا شغالين نظام تارجت. وإن شاء الله ممكن أعمل لكم حلقة خاصة بمافيا الأدوية وإزاي إن هي بتشتغل
الطرق والمسالك بتاعتها. بس هو دوت طب احنا قلنا قبل كده ان في موديرنا هي الصراحة هي شركة صغيرة مش كبيرة، يعني مثلا مش بحجم شركة فايزر، لا هي شركة صغيرة، وهي ممكن تستفيد من نقطة زي كده، واستفادت طبعا من كورونا قبل كده على الرغم طبعا من وجود مشاكل في اللقاحات. لكن الشركات الكبيرة أو حيتان الأدوية والفاكسين لا، يعني بيستنوا لما الأعداد تزيد والدنيا تكبر وتوصل لدول متقدمة عشان يبيعوا الفاكسين. يعني هو ممكن تكون دلوقتي الدراسات موجودة وبتتعمل وما إلى ذلك، بس طبعا تعتيم كامل، مفيش حاجة تظهر على السطح ولا حاجة تتعرف. ويوم ما ينتشر الموضوع، بقى فيه دول قادرة إن هي تدفع، يعني نستغل ونكسب وما إلى ذلك. يعني هي دي المشكلة كلها. طيب هو دلوقتي احنا ليه في تساؤل دلوقتي كبير ايه الفيروس والبكتيريا، وليه الفترة اللي فاتت ديت الفيروسات الحيوانية بتصيب كتير من البشر وبيحصل تحورات؟ الكلام ده ما كانش موجود زمان ليه في الفترة دي؟ هو اولا لازم نفرق بين البكتيريا والفيروس. البكتيريا الموضوع بيبقى اسهل شويه، ممكن البكتيريا تبقى مميته، لكن هي انتشارها بيبقى قليل شويه جوه الجسم، بيبقى سريع. لكن الفيروس لما بيدخل الجسم الريبليكيشن او التكاثر بتاعه بيبقى سريع. عشان كده اغلب الاوبئه زي ما شفنا مثلا في العشرينات كان الانفلونزا الاسبانيه قتلت ملايين، دي كانت فيروس. الانفلونزا كل سنه بتقتل ناس. كورونا قتل كتير. هانتا برضو نفس الحكاية، ده فيروس. إيبولا ده فيروس. نيباه اللي في الهند وبنجلاديش ده فيروس. طيب هي الانتيبيوتيك بيشتغل على البكتيريا، أو ده المضاد البكتيري، ده يشتغل على البكتيريا، لكن الفيروسات ليها انتي فايرال. الانتيبيوتيك يقدر ان هو يقضي على البكتيريا بشكل كبير، لكن الفيروسات لا. الفيروسات انت بتحد من الريبليكيشن او ان هي تتكاثر، لكن ما تقدرش انت تقضي عليها، لكن العامل الاساسي فيها هي مناعتك انت. عشان كده هو بنلاقي ناس كتير بتتأثر، بنقول الناس اللي عندها ضغط، عندها سكر، ناس بتاخد علاج بيولوجي، الناس اللي بتاخد كيماوي، الناس اللي بتغسل كلى، الناس اللي عندها دهون باستمرار وسمنة، الحاجات دي بتأثر طبعا عليها. طب ليه الفترة الأخيرة؟ لأن إيد الإنسان اتمدت. ليه؟ هو طبعا في أكتر من حاجة، يعني في بعض الأقاويل بس طبعا مش مؤكدة إن دي حرب، زي ما كانت في حرب مثلا من ما بين دول كبرى في مسألة كورونا ونشره في ووهان عشان عرقلة التقدم الاقتصادي الصيني. في ناس برضو بتقول لأن الصين متدخلة جامد في الكونغو، وخصوصا في المعادن والتعدين هناك والبتروكيماويات. فديت بيقول ان دي حرب من دولة كبرى على الكونغو بسبب الموضوع دوت. بس الكلام ده طبعا مش مؤكد، والحاجات دي ما بتظهرش في وقتها، بتظهر بعد كده، هو بعد ما الجائحة والمشاكل بتعدي. لكن اللي واضح طبعا واللي تأثيره واضح إن الشركات ديت اللي بتشتغل في مسألة التعدين وبتأذي البيئة وبتعمل تلوث وتغير مناخي، ده بيأثر على سلوك الحيوان وعلى مناعته. عشان كده هو الفيروس بيتطور جواه وبينتقل بعد كده هو للإنسان. والتوسع العمراني برضو للإنسان، وإن هو بياخد أماكن كتير، الغابات وما إلى ذلك، فضلا إن في أفريقيا كمان في بياكلوا الحيوانات. هي دي المشكلة، فمعرضين إن هم ياخدوا الحاجات ديت. يعني فيروس زي فيروس ال HIV الإيدز ده في أفريقيا كان البشر بيجمعوا الغوريلات، فعشان كده اتنقل لهم وبينتقل جنسيا. فهي دي المشكلة، والاحتكاك ما بين الإنسان واستخدامه للطبيعة بشكل خاطئ. وبرضه لو في أي تطورات إن شاء الله هنتابعكم بيها، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.